السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم البنات غادي نشارك معكم الطريقه الخاصه ديالي كيفاش كنحضر بها السلو ولا السفوف. كل واحد وشنا كيقول له. المهم البنات كيف ما كتشوفوا كيجيو معلكين وكيجيو لذاذين ما شهيتكم فيهم. المهم ها نتوما معايا باش تشوفوا الطريقه مبسطه وسهله خصوصا للمبتدئات. دابا اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نغسل اللوز. عندي هنا كيلو ديال اللوز. من بعد ما كنغسلو كنكب عليه الماء سخون صافي، غير نخليه واحد 10 دقائق 5 دقائق هكاك في الماء سخون صافي. كنزولو كنعملو فواحد بلاستيك كيفاش شفتوا البنات باش دغيا كتزولو القشره ديالو صافي. البنات هنا عندي جنجلان بعد ما غسلته وشمشته بطبيعه الحال ونقيته. انا كنحمصو كنعملو في المقله وكنعمل عليه شويه ديال الزيت ديال اللوز كانت عندي من قبل. من بعد البنات دابا اللوز ديالي من بعد ما نشف الطريقه ديال القلي كنقليه في الزيت بارده من الاحسن باش يطيب في المهل باش حتى من الداخل كيكون طايب. بالنسبه للبنات الدقيق كيف ما شفتوا بعد ما كنت حمرته قبل عندي كيلو ديال الدقيق مع كيلو ديال اللوز مع كيلو ديال الجنجلان صافي. عملت حبه حلاوه معلقه ونص ديال حبه حلاوه معلقه ونص ديال النافع معلقه كبيره ولا معلقه عفوا 2 معالق ديال القرفه. المسكه الحره دقيتها مع شويه ديال السكر وشويه ديال الكوزه وشويه ديال المليحه صافي. البنات من بعد الجنجلان عملت الكميه كثيره عملتها مطحونه وخليت واحد الكميشه خليتها هكاك صحيحه. واللوزه البنات عاوتاني هكاك خليت واحد شويه خليته صحيح والبقيه كله هرمشته. بالنسبه للبنات صافي خلطت كلشي نواشف مع بعضياتهم. دابا غادي نخلط. هنا عندي العسل سخنته، عندي الزبده صافي. البنات السكر كلاصي ما كنعملوش نهائيا صافي. وغادي نبدا نخلط السلو ديالي صافي. البنات ساهل ماهل خصوصا للمبتدئات اللي كيجيهم صعيب. سلو اسهل حاجه هو كيدي الوقت صراحه في النقا وخص داكشي يتنقى ويتحمر. حبه حلاوه والنافع بطبيعه الحال البنات ما حمروهم ولكن تحمروهمش بزاف باش حتى لا تحمروا بزاف كتجي فيهم مذاق الحرق ما كيبقاوش محتفظين على اللوغو ديال المذاق ديالهم. من الاحسن غير يشموا شويه ديال العافيه وصافي ماشي بزاف صافي. البنات اللوز كيف ما شفتوا هنا راه بان في الكاميرا على انه محروق وماشي محروق، غير في الكاميرا بان محمر بزاف. ما شهيتكم فيهم. هذا هو السلو ديالي. نتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.